واحد من اجدد واجمل فنادق شرم الشيخ فندق سويس اوتيل. اول ما تدخل بقى بيكون في الكاندي مان معاه شويه شوكولاتات، شويه حاجات كانديز كده لطيفه، يعني اي حاجه بقى بالنسبه للاطفال بالذات هيجوا هنا يتبسطوا قوي. الموقع بتاع الفندق ممتاز لان هو موجود خليج نعمه. الفندق فيه عدد كبير جدا من حمامات السباحه متقسمين تقريبا في كل مكان في الفندق. طول ما انت ماشي في الفندق فانت جنبك مساحات خضراء كبيره، ماشيه جنب البول والبحر طبعا قدامك على طول. دايما بيكون عندك ايس كريم، عندك عصاير فريش، الناس كلها بتساعدك عشان تبقى مبسوط. اقل من دقيقتين بالجولف كار بتكون وصلت على البيتش على طول. الحاجات الحلوه قوي هنا طبعا هو الشط، لان الشط هنا شط رملي بنسبه 100%، وكمان الرمله هنا اول ما تيجي هتحس انها رمله مميزه شبه الرمله بتاعت الساحل. فالجو والاتموسفير العام بتاع الشط للناس اللي بتحب الشواطئ الرمليه بتتبسط قوي هنا في الشط. الفندق برده موفر لك جزء كده خاص بالناس اللي بتحب سنوركلينج، هتلاقي جنبك فيها شعاب مرجانيه وكده لو عايز تعمل سنوركلينج زي ما انت عايز. ولو انتوا كابلز وعايزين تستجموا شويه على الشط، الفندق هنا مخصص جزء كبير من الشط بس ادلتس اونلي، يعني مفيش فيه لا اطفال ولا فيه عائلات. برضه من الحاجات الحلوه هنا ان انت وانت على البيتش دايما بيقدموا لك فريش جوس مجانا. بما ان الفندق بيتارجت العائلات فالفندق فيه اكوا بارك كبيره جدا للكبار والاطفال عشان يقدروا يستمتعوا باجازتهم. بالنسبه للغرف احنا عندنا هنا 3 روم تايبس بس. اول غرفه بتكون غرف الديلوكس، ثاني غرف هي السويس سيلكت. سويس سيلكت دي اللي احنا موجودين فيها بتكون عباره عن غرفه نوم واحده بيكون معاها زي ليفنج بسيط كده. حجم الاوضه بشكل عام بيكون كويس، كل الغرف بيكون فيها اسبريسو ماشين. الغرفه بشكل عام لاثنين او لكابل هتكون كويسه قوي، وكمان بيكون في ميني بار، والميني بار بالكامل بيكون مجانا، والفيو بتاعها كله بيكون دايركت على البول على طول. عندنا نظام الاقامه هنا هو الترا اول انكلوسيف. تنوع الاصناف اللي موجوده هنا في المطعم الرئيسي في الفطار او في الغداء او في العشاء كبيره جدا. احنا عندنا حاليا 4 مطاعم الا كارت موجودين، وفي خلال ايام بسيطه هيكون عندنا 6 مطاعم الا كارت جداد بيتفتحوا. يعني احنا بنتكلم في توتال تقريبا 10 مطاعم الا كارت كلهم مجانا للجست. الاريا دي من المطعم بشكل عام هي اوريدي متخصصه في الباربيكيو واللايف كوكينج. مطعم المانجا هو مطعم مختلف شويه لان الاكسبيرينس بتاعته نفسها مختلف. ده بيعتمد ان الجست بشكل عام بيختار الايتمز اللي هو عايزها من الثلاجه وبعد كده بيشويها هو بنفسه، فبيعيش نفس الاكسبيرينس بتاعت اللايف كوكينج بنفسه وهو بيقعد بقى بيشويها وكده، والشيفات طبعا بيساعدوه، تبقى اكسبيرينس مختلفه. في اغلبيه الوقت الصبح او بالليل تقريبا في اللوبي كمان في المطاعم دايما بيكون في حد بيعزف على البيانو على جيتار، بحيث ان هو بيدي لك اتموسفير مختلف، بيعمل فعلا جو مختلف خالص. الفندق هنا فيه 8 بارات، ال8 بارات تقريبا متوزعين في كل مكان في الفندق على مدار ال 24 ساعه. كل حاجه فعلا الكواليتي بتاعها هنا تختلف تماما عن اي مكان بره، هتحس ان انت بفرق الكواليتي في اقل تفصيله موجوده في الفندق. الاجواء بالليل بتكون اكتف جدا من اول الساعه 9 تقريبا لغايه الساعه 12، وبيكون في كمان شوز مختلفه في مكان تاني في السكاي لاون لغايه الساعه 2 بالليل، فانت عمرك ما هتزهق من الفندق. والمهم بالنسبه لي واللي انا شايفه ان المعادله دي كلها موجوده باسعار مناسبه جدا اللي بيتقدم. فلا سويس اوتيل بصراحه شابوه، فندق ممتاز، تجربه جديده في شرم الشيخ. انا شايف ان هي تبقى اضافه جديده وقويه جدا للفنادق اللي موجوده في شرم، وهتبقى بصراحه اكسبيرينس ممتازه للعائلات اللي حابه تيجي تقضي اجازتها هنا في سويس اوتيل.